جربوا بقى تسقوا الجلاش بالحليب وبجد هتنبهروا بالنتيجة وهتنسوا اي طريقة عرفتوها قبل كده. هنعمل النهاردة صنف حلويات سهل جدا. هنعمل جلاش بالكاسترد، مش هياخد مننا اكتر من 5 دقايق. بيطلع بقى معانا طعمه يجنن، بيبقى واخد سنة قرمشة كده من بره ومن جوه طري ومورق. عايزه اقول لكم كمان ان سكره مظبوط جدا جدا. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو وتعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة هنبدأ بيها نجهز طبقة الكاسترد اللي هنحشي بيها الجلاش. وعشان نعمل طبقة الكاسترد هنحتاج كوبايتين من الحليب 500 ملي. الحليب اللي هنستخدمه هيكون حليب بحرارة الغرفة عادي جدا. هنزود على الحليب ربع كوباية سكر، وهزود كمان 3 معالق كبيرة من بودرة الكاسترد. وتقدروا كمان تستبدلوا الكاسترد بنشا. وهنزود كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا. وهنبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. نقلبها على البارد كده قبل ما بنرفعها على النار. بعد كده بنرفعها على النار مع التقليب المستمر. نفضل نقلب فيها كده تقليب مستمر، مش بنشيل ايدينا منها خالص عشان طبعا الخليط ده ما يكلكعش ويعمل كتل. فلازم نقلب فيها كده تقليب مستمر. اول ما تبدأ في الغليان معانا كده وتطلع فقاقيع يبقى هي كده خلاص استوت، فبنطفي النار عليها. وده كده القوام بيكون بالشكل ده. هنفضيها بقى في طبق تاني وهنسيبها لحد ما تبرد خالص. معايا كمان هنا لفة جلاش وزنها نص كيلو. طبعا واحنا بنشتغل في الجلاش لازم نغطيه بفوطة كويس جدا عشان ما ينشفش. بالنسبة بقى لمقاس الصينية فانا هستخدم صينية مقاس 30 هدهنها كويس جدا بالسمنة. وهبدأ ان انا اخد ورق الجلاش واحطه في الصينية بالشكل ده. هناخد ورقتين ورقتين. اول ورقتين هحطهم كده في منتصف الصينية وبدهنهم كويس جدا بالسمنة. وبالنسبة لباقي ورق الجلاش هحطه نص في الصينية والنص التاني هيكون له بره بالشكل ده. اهم حاجة هندهن بين كل ورقتين بالسمنة كويس جدا. بحط كمان ورقتين نص جوه الصينية بالشكل ده والنص التاني لبره، وبدهن كويس جدا بالسمنة. بخلص تقريبا اكتر من نص كمية الجلاش بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نوزع طبقة الكاسترد. هنوزع طبقة الكاسترد كويس جدا على الجلاش، واهم حاجة زي ما قلنا بنستخدم الكاسترد وهو بارد. بعد كده تقدروا تحطوا على وشها كده شوية من الزبيب، شوية جوز هند، اي مكسرات متوفرة عندكم استخدموها. وتقدروا كمان تسووها سادة زي ما هي كده. وبعد ما بنوزع بقى طبقة الكاسترد كويس بنبدأ نقفل اطراف الجلاش على بعض بالشكل ده. وكل ما بنقفل ورقة كده بندهنها كويس جدا بالسمنة. باقي كمية الجلاش هبدأ ان انا احطها على الوش بالشكل ده. انا سبت الوش الصينية كده تقريبا 4 ورقات بس. بنحاول بقى نظبط اطراف الصينية والورق الزيادة هنتنيه لجوه بالشكل ده. هنديلها بقى دهنة سمنة كويسة جدا كده من على الوش. وبعدين هندخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 200. هنحطها في الرف الوسطاني، الفرن يكون شغال من تحت بس. هتاخد معانا في الفرن حوالي 20 او 25 دقيقة بالظبط وهنلاقيها استوت. في الاخر خالص لو احتاجت اننا نولع عليها الشواية فبنولع عليها الشواية اقل من دقيقتين عشان تاخد لون دهبي من فوق. هنسقي الجلاش بتاعنا النهاردة بالحليب، بيطلع اخف واحلى واطرى مليون مرة من الجلاش اللي مسقي بالعسل بالشربات. معايا هنا كوباية من الحليب، حليب عادي بحرارة الغرفة. هزود عليها معلقتين كبار من السكر وبنقلبهم كويس جدا مع بعض. واول ما بنخرج بقى الجلاش من الفرن وهو لسه سخن هنسقيه بالحليب. يبقى الحليب بحرارة الغرفة والجلاش بتاعنا لسه سخن لسه خارج من الفرن. الجلاش طبعا هيتشرب الحليب وهيطلع معانا بقى في منتهى الجمال. الطبقة اللي بره دي بتبقى فيها سنة قرمشة كده ومن جوه طري وطعمه يجنن. عايزه اقول لكم كمان ان سكره مظبوط جدا جدا. ولفة الجلاش كمان هتاخد معانا كوباية حليب كاملة. في الاخر خالص تقدروا تحطوا على وشه بقى كده شويه من السكر البودره او تسيبوها ساده كده من غير اي حاجه. في كل الحالات طعمها حلو جدا. واحط على وشها كمان كده شويه من المكسرات وخلاص على كده. تعالوا بقى نطلع قطعه كده وهي لسه سخنه ونشوفها هي عامله ازاي. مش قادره بقى اوصف لكم الريحه والطعم عاملين ازاي، بجد طعمها حلو جدا، لازم تجربوها.
الجلاش بقى مورق واخد سنة قرمشة كده من بره ومن جوه طري، وطبقة الكاستر لوحدها كده طعمها يجنن. جربوها بنفس الطريقة كده وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا. بتتقدم كمان وهي سخنة او وهي باردة، في كل الحالات طعمها حلو قوي. ما تنسوش كمان تجربوا وصفة النهاردة وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات على الفيديو. ولحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. بشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.